هو كل ما بتعرق اكتر معناها ان انت بتحرق دهون اكتر؟ هقول لك النهارده. كنا زمان مفكرين ولغايه دلوقتي لسه في ناس معتقده ان كل ما بتعرق اكتر كل ما هتخس اسرع، كل ما بتزيل الدهون اللي موجوده عندها بسرعه. لكن الحقيقه العلميه مختلفه شويه. ببساطه كده ومن غير اي تلاكيع، الجسم لما بيوصل درجه حراره مرتفعه فبيحاول اللي هو بيبرد نفسه عن طريق ايه؟ عن طريق العرق. العرق ده بيكون سوائل زائد املاح، مش شرط اللي هو يكون دهون. وفي امثله بسيطه على الموضوع دوت. يعني مثلا في يوم حر انت ممكن ما بتبذلش اي مجهود وقاعد وكمان بتعرق، او مثلا دخلت ساونا وقاعد برضه ما عملتش اي مجهود حركي وبرضه بتعرق. وفي ايام كمان اللي انت تتمرن تمرين شاق وما تعرقش. الموضوع ده يبين لنا ايه؟ بيبين لنا ان الحرق بتاع الدهون ما بيجيش بس عن طريق العرق، لكن لو عايز اللي انت تتاكد اللي انت بتحرق دهون يبقى لازم تخلي بالك من تمرينك المنتظم او النشاط الرياضي اللي انت بتبذله، زائد التغذيه بتاعتك ودي مهمه جدا، زائد الاستمراريه. الخلاصه بتاعت النهارده، ما تحاولش اللي انت تاخد العرق وكميه العرق مقياس اللي انت بتحرق دهون كتيره أو قليلة. سلام. رمضان هيغيرنا، رمضان هيغيرنا، رمضان